امارات الحلوين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا كده نشوف طلب العروسه القمر دي، كانت عايزه تبقى افتح من لون بشرتها شويه، فتعالوا نشوف عملنا ده ازاي من غير ما يبان البشره زرقاء او فيها حاجه مش مظبوطه. اخدت من باليت فوريفر الكونسيلر بتاعي، كان درجه افتح من درجتها بس حاجه بسيطه، افتح من درجه بشرتها حاجه بسيطه، وبدات وزعته زي ما انتم شفتوا كده تحت العين وعلى جنب شفايفها ويعني شويه كده على البشره علشان ابتدي اسحب اللون. طبعا متفقين ان العرايس لما تكون البشره بتاعتها غامقه وهي عايزه تكون افتح كتير عن درجه بشرتها، ما ينفعش خالص نروح نجيب درجه فاتحه ونشتغل على طول عليها عشان ما تقلبش معانا بزرق او يكون الشكل مش لطيف. فابتدي اسحب تدريج زي ما انا بعمل دلوقتي كده، اللي هو انا باخد درجه افتح من بشرتها حاجه بسيطه واوزعها زي ما انا عملت، وابتدي ادمج بالبيوتي بلندر على البشره كلها. ودي هتكون اول مرحله، لان هو انا باهل البشره ان انا اسحبها درجه درجه افتح. تمام كده. فهوزعه كله دلوقتي على بشرتها بالبيوتي بلندر، وهبتدي اتاكد ان انا دمجت كويس جدا، مفيش تكتل في اي مكان، وهركز قوي على الاماكن اللي انا بعمل فيها دلوقتي كده، اللي هي جنب الانف وجنب شفايفها على رقبتها. يعني هو انا اخد الشكل كله يكون مسحوب مع بعضه كده بشكل جميل ويندمج كويس قوي من غير اي تكتل. بعد كده هاخد لون الفاونديشن بتاعي، افتح من الدرجه اللي انا حطيتها لها درجه او درجتين برضو، بس انا اخدتها على بيجات برضو شويه علشان هي البشره عندها غامقه وفي البيجات، فاهمين التون بتاعها في البيجات، فانا هشتغل عليه. فاخدت درجه في البيجات وزعتها زي ما انتم شفتوا كده بالبراش بتاعتي، وبعد كده اخدت البيوتي بلندر وهدمج برضو بيها على كامل البشره واتاكد ان انا دمجت كويس جدا. بس لو لاحظنا حاجه ان انا واخده الفاونديشن بتاعي هنا، الفاونديشن بتاعي خفيف لايت شويه زي ما طبعا ان هو لونه بيج، بس ان هو خفيف مش ستيك، مش لون يعني مش كريمي قوي ومش ستيك، يعني درجه كده سهله معايا في الدمج، لان انا اصلا عامله بيز قبله للبشره، فخلاص انا يعني مش محتاجه احط حاجه تقيله قوي. بعد كده اخدت كونسيلر درجه يعني افتح من بشرتها برده حاجه بسيطه، وحطيتها واشتغلت بيها تحت العين. ليه عملت كده مع ان انا اصلا مؤسسه من الاول؟ علشان انا عندي الجزء بتاع العين مع العروسه وجنب شفايفها اغمق شويه، فانا عايزه اتاكد ان هو ما يبانش بعد كده معايا لو عرقت او حاجه، فعشان كده اشتغلت على الجزء ده تاني بالكونسيلر بس. هو وزعت الكونتور بتاعي زي ما انتم شايفين على حسب اللوك بتاعي وعلى حسب انا عايزه اطلع شكله ازاي. وموضوع الكونتور ده طبعا هنتكلم فيه وانزل لكم فيديوهات شرح ليه بقى، لانه فيه حاجات كتير. كمان وزعت البلاش بتاعي على الخد، يعني بس سحبته شويه كده زي الكونتور عشان انا عايزه اعمل لها خدود، وفي نفس الوقت انا عايزه ارفع معايا اسحب الخد لفوق شويه. وبعد كده وزعت الكونسيلر بتاعي اللايت، يعني الاضاءه بتاعتي على حسب طبعا تفاصيل وشي او على حسب شكل اللوك اللي انا عايزه اطلعه ملامح العروسه. وزعته بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامي ده، وبدات ادمج زي ما انتوا شفتوا. دمجت برده الانف الاول، وبعد كده هدمج اللون الفاتح اللي هو الكونسيلر بتاعي الاول. في العادي احنا يعني بنبتدي باللون الفاتح الاول، بس في بعض الاوقات بخلف عادي مفيش مشكله. وطبعا لما اعمل حركه زي دي واخلف هجيبها لكم برده فيديو واشرح لكم واقول لكم ايه السبب. يعني مش لازم نربط نفسنا قوي بالموضوع ان هو انا لازم ابتدي الفاتح الاول او الغامق الاول، عادي مفيش مشكله، بس المهم تكوني متحكمه في الموضوع. وكمان لو اخدت بالكم من حاجه، ان هي نفس البيوتي بلندر اللي انا شغاله بيها للكونتور وللكونسير، يعني هو نفس وهي واحده بس، يعني معنى كده انك تقدري بيوتي بلندر واحده بس تشتغلي بيها، تدمجي بيها كل التأسيس بتاع العروسه، مفيش مشكله، بس بتكون اتجاهات يعني تعكيس الاتجاهات بتاعتها. بعد كده بثبت تحت العين زي ما انتم شايفين كده، هظبط الكونسيلر. وكمان وانا بوزع الكونسيلر تحت العين لو اخدتوا بالكم ان انا بدخل شويه على الكونتور بتاع الانف عشان احدده اكتر، عشان ما يكونش سايح كده على الانف ويبان شكلها كبير، وكمان يكون نظيف قوي. فانا على طول بعمل الخطوه دي، مهمه جدا ان اكد كده. كمان باكد زي ما انتم شايفين كده جنب الانف وجنب الشفايف، الاماكن دي اللي بتعمل خطوط يا بنات مع الوقت وبتشقق، فبتخلوا بالكم من الرياكشن بتاع العروسه اللي قدامكم او الكلاينت اللي معاكم عموما، بتشوفوا فين بالظبط الخطوط التعبيريه بتاعتها او بتبان فين في البشره، فتاكدوا عليها كويس قوي قبل ما تثبتوا باللوس باودر. انا هنا بثبت العروسه باللوس باودر مش بالكومباكت. وبعد كده هشرح لكم برده ايه الفرق ما بين الكومباكت واللوس باودر، وليه بستخدم دي في اوقات واوقات تانية استخدم اللوس باودر، وايه الحالات اللي ممكن اشتغل فيها عليه. ده برده هنزل لكم فيديوهات تانية بيها. المهم ان انا هثبت كويس جدا واكد زي ما انتم شايفين. هنشوف اصلا ان البشره اختلفت، وكمان ما بقاش في زرق، بقى يعني اللون شكله طبيعي قوي كانه بشرتها. بعد كده باكد بالكونتور زي ما انتم شايفين على الاماكن اللي انا كنت عامله فيها الكونتور الكريمي اصلا، اللي هو تصحيح يعني مش اكتر. في بعض الناس لو مش حابه تعملها مفيش مشكله، بس انا بحب اكد علشان يطلع معايا بروفيشنال اكتر ويبقى شكله لطيف قوي. برضو انتوا عارفين الخطوه بتاعتي بتاعه الانف، اللي هو انا بحب اعمل بالبراش بتاعه الشادو عشان يطلع معايا مظبوط قوي الكونتور الانف. بعد كده اكدت بالبلاش زي ما انتم شايفين كده،
اعذروني انا مسرعه الفيديو علشان بس يعني ما يبقاش في وقت كتير وما ضغطكوش في الوقت او ما يطولش عليكم قوي الفيديو بتاعي. بعد كده بعد ما خلصت بقى هاكد بس بالكومباكت بتاعي ده اللي هو انا بنور بيه البشره، يعني ده حاجه بتعمل زي فلتر كده للبشره، بنضف بيه بقى للتأسيس بتاعي كله. وكمان كده خلاص انا اعتبر خلصت الجزء بتاع التأسيس بتاع بشره العروسه. ده شكل العروسه بعد ما خلصنا اللوك كله. انتظروني ان شاء الله اعمل لكم فيديو كمان للوك بتاع العين بالحواجب، هشرح لكم ازاي عملناه بالظبط. بس كده، يا رب يكون اللوك بتاعي عجبكم ويا رب اكون فدتكم. ما تنسوش لايك وشير الفيديو عشان الكل يستفيد، ولو عندكم اي اسئله او حابين اشرح لكم حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هشرحها لكم بالتفصيل.